رغم الحصار المطبق الذي تشهده المناطق المحتلة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عموما ومدينة العيون المحتلة خصوصا، ورغم المراقبة المخابراتية لكل كبيرة وصغيرة، تمكن الصحفي والمدون الياباني تاكاشا من دخول مدينة العيون المحتلة، وبالأخص منزل المناضل والناشط الحقوقي علي سالم التامك رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كوديسا. أجرى من خلالها الصحفي الياباني العديد من اللقاءات مع العديد من المنظمات للمجتمع المدني الصحراوي، وكذلك ممثلي وسائل الإعلام بالجزء المحتل من ترابنا الوطني، كما اطلع الصحفي الياباني عن قرب على ما يعانيه الشعب الصحراوي المتواجد في المناطق المحتلة من بطش المحتل المغربي الغاشم، وما يعانيه الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين بسجون الاحتلال الرهيبة من قمع وحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها لهم كل العهود والمواثيق الدولية، وكحالة الكنتاوي البر الذي يخوض معركة إضراب مفتوح عن الطعام الذي تزامن مع تواجد الصحفي الياباني. كما كان شاهدا على الحصار المخزني المخابراتي على منزل علي سالم التامك لمدة يومين متتاليين، وشاهد جحافل قوات القمع المغربية تحاصر المنزل من كل الاتجاهات، ما أربك حسابات قوات القمع المغربية خروج ومغادرة الصحفي دون الانتباه إليها التي أصيبت بخيبة مرة أخرى، وأبانت عن عجزها أمام شعب مصمم على انتزاع حقه مهما كلف ذلك من ثمن. ويبقى شعارنا الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل. الصالحة محمد البشير بوتنجيزة، العيون المحتلة.